السلام عليكم. عن الموضوع النهارده التالت، دي الحلقه التالتة لينا. بصراحه ما حبيتش يعني ان انا اعرض عليكم لوحدي، لازم يكون معايا جيست كده، فانا قلت لازم طبعا يكون حد قريب. وفعلا هي في الاوضه اللي جنبي اختي. خليها بقى تعرفكم على نفسها. ازيكم. انا اسمي نهى، وانا اخت اسلام. اتخرجت يا جماعه، قولي لها مبروك بقى، قولي لها مبروك. اسمع مبروك. ماشي. الله يبارك فيك. والنهارده اخترنا موضوع، يا رب يكون موضوع خفيف ويعجبكم. هو عامه موضوع موجود في كل يوم ما بين اي اتنين صحاب، اي جروب من الصحاب، سواء كانوا بنات او ولاد. منتشر قوي في الجامعه، منتشر بغباء. فعشان كده احنا حبينا نتكلم فيه ونوضحه اكتر للناس بس، ويا رب نكون كده لطاف وخفاف عليكم ان شاء الله. سيبكم الجو بتاعها، هي بس مكسوفة شوية لسه، بس مش زي انا عندي خبرة في الحوارات دي. احنا هنتكلم النهاردة يا اولادي عن الغيرة. ايوه، هي الغيرة. الغيرة ده موضوع كبير، يعني مش هينفع اسيب المجتمع كده. من وجهة نظرك يا اسلام، يعني ايه غيرة؟ الغيرة دي هو الحقد. الحقد الدفين في المجتمع المصري، المجتمع اللي بيبهرنا، اللي كل شوية مش عارف انا امسكه منين، يعني احوط عليه ولا ايه، مش فاهم انا موضوع. من وجهة نظري الغيرة يعني النقص. النقص او الحقد بقى، واحد مش هيختلف. شايف احنا مش لسه اصلا مظبطين قبل ما نقفل. واحد بينسى ولا إيه؟ الغيرة ما بين اي اتنين صحاب صعبة جدا، والغيرة برضو ما بين اي اتنين اخوات تبقى اصعب واصعب. ما بالك بقى لو قصدك ايه يعني؟ مش فاهم يعني. انا بتكلم يا اسلام عن بنات او ولاد يا بابا، مالكش دعوة. اوكي اوكي اوكي. بالنسبة للغيرة ما بين اتنين صحاب، دي بتبقى بالنسبة لواحدة من الاتنين صعبة جدا، لان هي شايفة ان هي بقت كوبي، بقت نسخة مطابقة جدا لصاحبتها، وهي ما تعرفش انا ما عملتش كده. انا انت مش قصده ان انت تكوني سبب في ان انا اغيرك، انت خدتي شخصيتي وطبعتيها في شخصيتك. فدي تبقى حاجة بالنسبة للبنت اللي بتقلدها، دي بتبقى مش لطيفة خالص، ممكن تعمل عقدة نفسية. لا هي مش ممكن، هي عملت خلاص اصلا القرايه دي مش تيجي غير من ورا عقده نفسيه. واحده مريضه مثلا عندها نقص في حاجه، شايفه بنتي مثلا احسن منها، بتلعب من جوه، فاهمة يعني ايه؟ تقولي لازم، لا مش هينفع اسيبها في حالها، مش هينفع اسيبها في حالها. لازم ايه؟ تضربها عين كده، يا تجيبها الارض يا ما تجيبهاش الارض. يعني الموضوع فظيع يعني. حوار العين ده، يعني ده احنا عاملين موضوع تاني اسمه الحسد، بس ايه، لسه بس مش عايزين ندخل على طول كده. بالنسبة للعين فأنا معاك طبعا، لأن البنت لما بتبقى وصلت لدرجة إن هي عايزة تقلدك وتبقى تبكل منك، ممكن تديكي عين تضيعك. ودي يعني عن تجربة وحصلت لناس كتير قدام عيني، وحصلت لي أنا شخصيا. فالحمد لله. وبقي ارقي نفسك بس قبل ما تنزلي من البيت. اه، يا الحوار ده انتشر على فكرة. وكمان ايه، الغيرة دي مش حاجة واحدة، ممكن تلاقي اشكال كتير. غيرة في الدراسة، غيرة في اللبس، غيرة في الشكل، غيرة في طريقة الكتابة اللي على الفيس. اسألني. يعني انا يعني البناية اللي قاعدة جنبي دي، يعني ما شاء الله، يعني ممكن يكون صاحبتها معاها في الكلية، وتاني يوم مثلا تلاقي بتكتب بنفس طريقة كتابتها مثلا. دي مش غيرة، دي مش غيرة. حد يرد عليا يا جماعة، مش غيرة دي. اه طبعا غيرة. be yourself علشان تكوني واحدة كده ليكي بلاش شخصية. بلاش انجلش عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بتنظر عليهم. لا لا ابدا على فكرة، بس اهم حاجة تكوني انتي صاحبة رأيك، صاحبة شخصيتك، صاحبة نفسك. تكوني انتي دماغك هي دماغ شخصيتك، مالكيش دعوة، ما تبقيش تابعة لحد. لازم. وانا يا جماعه بنصحكم، انا بما اني اخوكم الكبير، وانا عارف ان انا مستمعيني كتير، يعني الحمد لله. لازم يا جماعه تبطلوا غيره، لازم. مش هينفع، مش هنعيش احنا في مجتمع كله غيره. واحد ما يلاقيها منين؟ يعني في الدراسه، واحد مثلا في الامتحان، لا ده انا ما حلتش حاجه يا اسلام، ده ما حلتش حاجه وانا هشيل الماده دي يا اسلام. تيجي يوم النتيجه، عملت ايه؟ انا طلعت صافي. طلعت صافي يا اسلام، طلعت صافي. لا على فكرة ده مش معناه غيرة، ده بيبقى بيخاف من الحسد. ما هو ليه؟ عشان مش عايز يبقى حد احسن منه. لا لا. ايه اللي لا لا، انت هتجادليني حاجه؟ يعني شعب مصري ده ما شاء الله. وغير نرجع كده يا تاني جماعه، لموضوعنا، وغير نرجع كده تاني. وغير كده طبعا، يعني انت قطعت ايه؟ ماشي. وغير كده اشكال الاشكال انتشرت وكترت.
ولا انا؟ اشكال الغيرة كتيرة جدا. يعني ايه؟ يعني ممكن الغيرة تكون ان انت ممكن تأذي نفسك من غير ما تكوني حاسة ان انت الغيرة دي من كتر ما انت عايزة تبقي، بقيتي غيورة، بقيتي شخص عايزة تبقي شبه شخص تاني، عايزة تعملي حاجات انت مش في مبدأك، هتغيري حياتك كلها في سبيل ان انت تكوني زي البنت دي. ده طبعا بتأذي نفسك قبل ما تأذي اللي حواليك. بالنسبة للشكل التاني في انك انت بتأذي الشخص اللي قدامك، ما بتكونيش عارفة ان ده ممكن، ما بتراعيش احساسه، ما بتعرفيش ان الحاجة دي بتضايقه، كل اللي همك ان انت تكوني زيه او ازاي يكون احسن مني. طبعا ده حاجة صعبة جدا بالنسبة ليكي وللي قدامك. والغيرة دي اسبابها بتبقى نابعة من الصغر. تلاقي مثلا من صغرها متعودة على حوار الغيرة، عندها عقدة. عندها عقد. يعني مثلا نتيجتها في ثانوية عامة، الحاجة تقول لها ايه؟ شوف، مش شايف؟ شفتي؟ مش بنت خالتك جايبة اعلى منك؟ شايفة؟ والحوار ده يا جماعة انا بعاني منه، بعاني منه يعني انا مش عارف انا ايه المقارنة، ايه يعني الحكمة اللي انا يقارنوني بحد تاني مثلا؟ وده حوار مثلا. وفي حاجة تانية في الكليات مثلا، صاحبك جاب احسن منك، ده انت ولا حاجة بالنسبة له، ده انت بتطلع شاطر زيه، طب ما ايه؟ حاجة فظيعة. ومن صغره مثلا بيبقى عنده نقص في حاجة، يكبر مش المفروض يعالج نفسه، مش يعالج نفسه اللي هو مجنون، يعالج المشكلة اللي عنده. لا، ما يعالجش اللي عنده، يفضل مستمر في غلط. ولا ايه يا بنتي؟ معاك طبعا. الغيرة ممكن تخليكي شخص انتي مش اصلا ما تعرفوش، كل ده في سبيل ان انتي تكوني حاجة حلوة، او كل الناس تقول عليا ان انا كويسة، سواء ان انا مغيرة ستايل لبسي، طريقة كلامي، لفة طرحتي، ازاي انا ما كنتش بحط ميك اب بس عشان البنت لازم دي. الطرحة دي يا جماعة فظيعة، وحصل معاه موقف في الكلية. استنى شوية، كملي. انا اصلا ما كنتش بحط ميك اب بس عشان لقيت البنوته دي حلوه وكويسه وكل الناس بتقول عليها الله دي اموره عشان حاطه النهارده مش عارفه ايه، فانا اروح مقلداها. كل ده ليه؟ عشان انا غيرت منها. فعشان كده يا جماعه الغيره صعبه جدا، صعبه. ولو شخص زاد عن حده ده مفروض يبقى يعني يفكر في ان هو مفروض يروح لدكتور. لكن مهم يعني يا جماعة، هقول لكم موقف ده. يعني مثلا بنتي جايه في الكليه تقول لي ايه يا اسلام رايك في الطرحه؟ قلت لها ما بتعرفش تلف طرحه. بنتي التانية دي بتعرف تلفها احسن مني. جت تاني يوم غيرت لف طرحه، تقول لي ها ايه رايك؟ احسن منها ولا لا؟ دي مش غيره دي؟ ما تقوليش انا السبب، انا اللي قلت لها كده. لا، انا بقول لك ايه، بنصحها يعني عشان ما تطلعش في الموبايل بس، الموبايل كده عشان ما تقعش في الغلط بس. ونتائجها بقى، يعني دي نتائجها تترتب على، تؤدي الى فساد المجتمع، فساد الفرد، وحاجات كتير قوي يا جماعه. الح... الحوارات دي مش اي حد كده بيعدي منها. ولا إيه يا بنتي؟ الغيرة نتائجها وحشة لدرجة انت ممكن تخسري كل الناس اللي حواليكي او بتحبك، كل ده بسبيل ان هما مش حاسين ان انت مش دي صاحبتهم اللي عرفوها من اول مرة احتكوا بيها. وممكن تخسري نفسك، ممكن ما تكونيش عارفة ترجعي تسألي نفسك هو مين انا مين الشخص اللي قدامي، انا معرفش مين اللي قدامي ده. ممكن في الاخر يوصلك ان انت يكون عندك حالة نفسية وحشة. وخلي الناس تخسرك، يعني ممكن تخسري مثلا اقل حد، اقرب حد ليكي. ايوه، كل الناس هتبعد عنك، كل ده في الاخر علشان انت ما عملتيش حساب اللي حواليكي. وهتبقي وحيده، وهتروحي تكتبي على الفيس فوريفر الون، وانا طول عمري وحيده ومحدش جنبي. ما انت السبب يا حبيبتي، والله انت السبب. على فكرة اللي حواليكي مش هيقولك، مش هيبينلك، هتلاقيهم مرة واحدة بينسحبوا من حياتك، درجة يعني عايزين يوصلولك ان انتي افهمي لوحدك، عرفي ايه الحاجة الغلط انتي عملتيها واعمليها. ممكن يوصلولك الكلام ده في مسج معين من بين صحاب، في كلمة اتقالت، في نظرة، في رد فعل متغير، بس كده عشان يعرفوك ان انتي اللي بتعمليه ده مش انتي، دي مش انتي، مش على طبيعتك. بس اهم حاجه كوني تعملي كشف حساب اللي انت عملتيه الصح واللي انت عملتيه الغلط. لازم.
بس ومشكلة ان احنا بعد برضو ما عملنا التراك ده برضو وقعدنا نتكلم وعدينا دلوقتي 10 دقايق، هتلاقي برضو الناس لسه بتغير من بعض ولسه لا ممكن ولسه يقولوا ايه ده، ناس تافهة جدا وكلامها مش مقنع، لكن انتي مش هتصدقي كلامنا ده، او انت مش هتصدق كلامنا ده غير لما يحصل لك الموقف، او لما حد يجي يقولك انا بقلدك، ترجع تفتكر التراك بتاعنا ده وتسمع تقول اه ده نهى واسلام قالوا كذا وكذا وكذا. هتفتكروا اسلام اكتر مش نوع. anyway يعني متفرقش معايا. وانا عارف برضو يعني ان اصلا تبع اللي على السبيكر ده اصلا كلهم اطفال، 15 سنة، 14 سنة، 13 سنة، 12 سنة. وممكن برضو يقولوا ايه الهيافة دي، وممكن اصلا يقفشوا في حاجات صغيرة، بس هم اصلا لسه ما كبروش على الحوار ده، يعني الحوار اللي هم يفهموا الحياة لسه صغيرين. بس يا جماعة بقى فلسه يعني احنا بعد ال10 دقايق دول، بعد 11 دقيقة بالظبط، احنا فكرنا في الحل. عشان كده جايب لكم النهارده نهى برضه، يعني هي لسه معايا من اول حلقة، هي اللي تقول الحل. ممكن انا بقى احط تاتش بتاعي في الاخر. يلا يا نهى، مايك معاكي. هو حل مش حل عبقري ولا حل جايباه من السما، هو حل موجود في حياتنا طبيعية، بس اعرفيه كويس واستخدميه. اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة تكوني عارفة ان انت اللي بتعمليه ده هيضرك في الاخر. بعد كده نحاول اكتر نبقى قريبين من ربنا، يعني ما نكونش الحل ده بيتقال في كل حاجة على فكرة. لا لان هو اهم حاجة، وطالما انت متمسك بربنا وعارف اللي انت بتعمله صح من غلط، اكيد كل الناس هتحترمك، شعر ايديا وقف بعد الكلمتين دول. ومش هتخسر نفسك. كل ده في سبيل ان انا ابقى شخص بحقد على اللي قدامي وحاسس بنقص من جوايا، مش هينفع. وكل ما اكتشف في نفسي حاجة اتغيرت، احاول ارجع واقول هو ايه اللي غيرني، واسال صحابي القريبين مني، وما اتكسفش من حاجة. بس اهم حاجة ما اخسرش نفسي في سبيل ان انا الناس تقول عليا دي حلوة وجميلة وامورة، ويلا ده عشان غيرت ستايل نفسها وحياتها كله. بس اهم حاجة تكوني عارفة انتي بتعملي ده صح من غلط بس، واكيد ربنا هيبقى واقف جنبك. يا جماعة برضو فعلا لازم الحل برضو اللي احنا اهم حاجة تصلح نفسك من جوه، صح؟ اكيد طبعا. وبرضو في الاخر اقول لكم كلمة وحطوها حلقة في ودانكم، ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. مش احمد مكي، انا زي ما قلت كده. يلا يا جماعة نسيبكم بقى مع كايروكي شوية. باي. سلام.